فروق محدش هيقولك عليها بين الذهب المصري والذهب الايطالي، لان في ناس كتير بتحب المصري وما بتحبش الايطالي، واللي بيحب الايطالي شايف المصري وحش. بس في الحقيقه لا ده وحش ولا ده وحش، الاتنين كويسين وزي الفل، وكل واحد يختار اللي يناسبه من الاتنين. والايطالي ده مصطلح احنا بنقوله على اي ذهب جاي مستورد من بره، سواء كان جاي من ايطاليا فعلا او من تركيا او من دبي او من اي مكان. احنا عندنا في مصر بنسمي كل ده ايطالي، فمعنى الذهب الايطالي يعني الذهب المستورد. تعالوا نشوف الفرق بينهم بقى ايه. المصري مصنعيته طبعا اقل بكتير جدا من الذهب الايطالي، واللي ما بيحبش الذهب المصري وبيحب المستورد بيقولوا دايما ان الذهب المصري اشكاله قديمه وما فيش فيها جديد. بس طبعا مش شرط ان المصري يبقى كله قديم، في عندنا شركات كبيره جدا زي لازوردي وايجيبت جولد بيعملوا كل حاجه جديده، وفي شركات كتير في السوق المصري بقت بتجيب الموديلات من بره اللي لسه نازله وتعملها عندها. الحاجه الوحيده اللي ممكن لسه يكون عندنا في مصر ما وصلنالهاش ان الذهب بتاعنا لسه تقيل حبتين. يعني مثلا الكوليت جروميت المشهور جدا والمعروف بيعمل وزنه تقريبا في المصري من 16 17 حتى 22 جرام، بيجي هو ايطالي الكوليه بالانسيال 10 جرام. يمكن ناس كتير لسه عارفه الموضوع ده قريب، بس احنا زبايننا بيشتروه من عندنا بقالهم 3 4 سنين. وفي حاجات تانية موجوده في الايطالي مش موجوده في المصري، منها ان الموديلات الجديده كلها بتنزل في الايطالي لان دي الموضه، وبعد كده المصري بيبدا ياخد منه شويه حاجات. اي نعم ما بنقدرش نوصل لنفس الكواليتي، بس ان شاء الله قريب جدا نقدر نوصل لده. نيجي بقى لنقطه السعر. طبعا اكيد الذهب الايطالي او الذهب المستورد اغلى بكتير جدا من الذهب المصري، وده لانه متضاف عليه على مصنعيته مصاريف شحن وضريبه ودمغه وحاجات كتيره جدا، على ما القطعه تبقى موجوده في قلب المحل وعليها الدمغه بتاعتها المصريه بتصرف كتير جدا، وبالتالي المصنعيه بتاعتها اكيد اغلى من المصري. بس على الرغم من ان سعر المصنعيه في الجرام بيبقى غالي حبتين، انت في الاخر موفره وزن كتير جدا. يعني لو رجعنا لنفس المثال الكوليت جروميت، بدل ما تشتريه 20 جرام هتشتريه 10 جرام، وايه كوليه بالانسيال بتاعه، يعني انت موفره تقريبا سعر دهب 10 جرام. حتى لو دفعت المصنعيه زياده عن المصري هياخد زياده ايه جرام، في الاخر انت مستفيده بالفرق، معاكي قطعتين بدل ما يبقى معاكي قطعه واحده بس وبنص السعر. وبس كده. قولوا لنا انتوا بقى في الكومنتس بتحبوا الدهب المصري ولا الدهب الايطالي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.